السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتظهر لك بحب آل البيت وبتلبس لباس التصوف والزهد وبتتكلم بقى عن الإصلاح، لكن ما بتتحركش إلا في الظلام، وإذا حكمت كشفت عن وجه مرعب. ناس بتقولك نحن دعاة وحدة، لكن وحدتهم دي ما بتجيش إلا بعد ما يدفنوا دينك. النهاردة هنفتح لكم ملف أخطر فرقة باطنية ظهرت في الإسلام، فرقة مش بتظهر حقيقتها إلا لما بتقدر تسيطر، فرقة بدأت بكلمة وبقت خنجر في ظهر الأمة الإسلامية. النهاردة هكلمك عن الدروز وحقيقتهم ومنهجهم علشان تعرف حقيقتهم وما تتخدعش في الصورة من بره. الدروز هم فرقة باطنية سرية يظهرون غير ما يخفون، ويتظاهرون بقى بالزهد والتدين والورع، ويظهرون غير كاذبة على الدين، يتلونون بألوان كثيرة، مرة تصوف ومرة حب آل البيت ومرة مصلحين ومرة دعاة وحدة، لكنهم في الحقيقة بينتظروا الفرصة، ومتى سنحت لهم كشفوا القناع وخرجت العقيدة على حقيقتها. شر مطلق وفساد ظاهر ومعول هدم لكل دين وأخلاق ومعتقد. اللي يعرف تاريخهم وبيتابع سلوكهم من أول يوم يعرف إن اللي بيحصل اليوم ما هو إلا امتداد لبذور سامة زرعها عبد الله بن سبأ، يهودي الأصل، مؤسس أصول الرفض والباطنية، ومنهجه كان النفاق والتخفي، وهو النهج اللي اتبعه أتباعه بعد كده، ومنهم الفرقة الدرزية. ظهروا رسميا سنة 375 هجريا الموافق 985 ميلاديا. ظهر الحاكم بأمر الله الفاطمي أبو علي المنصور ابن العزيز كخليفة لدولة شيعية باطنية في مصر، وكان من أشد الناس قسوة وجنونا، يقتل على الشبهة ويؤله نفسه بالتصرفات. في هذا الجو بقى ظهر محمد بن إسماعيل الدرزي وانشق عن الإسماعيلية، وأعلن أن الحاكم بأمر الله هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقال أن الله حل في علي ثم في أولاده إلى أن استقر في الحاكم بأمر الله تعالى الله. في سنة 407 هجريا الموافق سنة 1016 ميلاديا خرج يدعو لعبادة الحاكم علنا، فثار عليه الناس في مصر وقتلوا أتباعه فهرب إلى الشام، لكن بدل ما يعاقب الحاكم دعمه، اعطى المال وأرسله إلى وادي التيم غرب دمشق لينشر الدعوة هناك. ومن هناك بدأ التأسيس الفعلي لعقيدة الدروز والتحول إلى عقيدة مستقلة. في نفس الوقت كان في رجل فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الزوزني أعلن أنه رسول الحاكم، وصار المنظر الأساسي للمذهب، ألف كتبهم وكتب الرسائل، وصار هو المؤسس الحقيقي للدروز، حتى أنهم يعاملونه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. بعد وفاة الحاكم سنة 411 هجريا الموافق سنة 1021 ميلاديا تولى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله، وبدأ التضييق على هذه العقيدة، فهرب حمزة وأتباعه إلى الشام، وهناك تأسست نواة الدروز السياسية والعقدية في الجبال، في جبل الكرمل وهضبة الجولان وجبل لبنان وجبل العرب، اللي صارت تعرف بعد كده بجبل الدروز. عقيدتهم الباطنية وهي مستمدة من ديانات وفلسفات مختلفة كالمذهب الإسماعيلي والمسيحية والفلسفة اليونانية والبوذية، وكذلك يؤمنون بالحلول، يعني أن الله سبحانه وتعالى حل في الحاكم، ويؤمنون أن الحاكم لم يمت بل غاب وسيعود في آخر الزمان. وأنا حقيقة مش عارف والله إحنا مستنيين الحاكم بتاعهم ولا المهدي بتاع الشيعة. ينكرون النبوات كلها ويعتبرون أن الأنبياء أبالسة، بل يقولون أن المسيح هو حمزة بن علي، ويكرهون كل أصحاب الأديان وخاصة
المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم، بل الكذب على المسلمين عبادة عندهم ويؤجرون عليه. ينكرون بقى الجنة والنار واليوم الآخر والحساب والملائكة والرسل، ويقولون بتناسخ الأرواح، يعني من كان طيبا تعود روحه لجسد طيب أو جسد ناعم، ومن كان فاسدا تعود لجسد حيوان. أما بالنسبة للكتب بتاعتهم فعندهم كتب كتير، أشهرها رسائل الحكمة وعددها 111 رسالة، والمصحف المنفرد بذاته، والنقد الخفي اللي فيه حمزة بينقد أركان الإسلام كلها وبيبدلها برموز باطنية. الصلاة عندهم ليست الركوع والسجود بل معرفة أسرارهم. الصيام مش عن الطعام بل كتمان السر. الحج مش لمكة بل لزيارة شيوخهم. الزنا مباح إذا كان ده في سبيل المذهب، ونكاح البنات والأمهات مباح باطنيا إذا خدم الدعوة. لا طهارة ولا زكاة ولا شعائر، بل يقولون أن الأنبياء وضعوا الشريعة فقط للتحكم في الناس. عقيدتهم لا تعطى لأي أحد، يعني قافلين على نفسهم. لازم الشخص يمر بمراحل معينة، تدرج بقى، بيعة ولا كشف أسرار، ولو أفشى العقيدة يقتل في الحال. مواقفهم السياسية عبر التاريخ. في التاريخ السياسي لعبوا أدوار متلونة، دائما يظهرون مع الحاكم القوي وينقلبون وقت الضعف. تحالفوا مع الصليبيين في حروبهم ضد المسلمين بالشام، ثم ساعدوا الفرنسيين في احتلال لبنان وسوريا. وفي فلسطين أكثر دروز الجليل حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وعدد كبير منهم بيخدم اليوم في جيش الكيان المحتل في وحدات خاصة. في لبنان تميزوا بالتحالفات الانتهازية في الحرب الأهلية. قاد كمال جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي بتحالف يساري شيوعي، وبعد مقتله سنة 1977 ميلاديا استلم وليد جنبلاط الزعامة وواصل النهج المتقلب، يوم مع المقاومة ويوم مع الاحتلال ويوم مع المشروع الأمريكي. وتعالى باختصار أقول لك موقف العلماء منهم، وانقل لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتكون على بينة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الدروز والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا تؤكل ذبائحهم ولا ينكح منهم ولا يقرون بالجزية، لا يعدون من أهل الكتاب بل كفار مرتدون، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يحرمون ما حرم الله، وإن أظهروا الشهادتين فهم كفار بإجماع المسلمين. وقال: ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، بل طالب بعدم مصاحبتهم ولا الجلوس معهم ولا أخذهم خداما أو حراسا ولا حتى تشييع جنائزهم. هذا الكلام يا كرام ليس تحاملا ولا اختلاق، بل نابع من كتبهم ومن عقيدتهم ومن أفعالهم. فرقة ولدت باسم وتربت في الظلام وتسلحت بالكذب وتحالفت مع كل عدو، خربت الدين وأفسدت المجتمعات ودخلت على الناس باسم الإصلاح وهي تحمل خنجر الهدم. وكل باطن لا بد أن يظهر وكل باطل لا بد أن يفضح. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكذا الاشتراك في القناة البديلة ومشاركة الحلقة على أوسع نطاق. رحم الله أمي وأبي وتقبلهما في الصالحين ورفع درجتهما في المهديين وجميع موتى المسلمين، ونصر الله جنودنا المرابطين وأخزى الله أعداءهم أجمعين، وحفظ الله بلادنا والمسلمين من كيد الكائدين. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.